السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو عاوزه تعملي بقى كرنبيط مقرمش كده من بره وطري من جوه زي المطاعم بالظبط، يبقى الفيديو ده اكيد ليكي. هقولك السر الخلطه اللي يخلي الكرنبيط يطلع مقرمش معاكي من بره ويطلع طعمه تحفه. اسمعوا كده القرمشه. نبدا كده بالصلاه على النبي. هنحط حله ميه على النار ونحط فيها كمون وملح، واكون مجهزه الكرنبيط بتاعي مقطعاه بالشكل اللي قدامكم ده. انت عاوزه تخليه صغير كبير براحتك، انا شايفه الحجم كده تمام قوي. حطيته على النار عشان يتسلق. طبعا احنا بناخد بالنا كويس قوي وبنكون مجهزين عندنا طبق فيه ميه بارده علشان لما الكرنبيط يتسلق نطلعه فيها على طول. طبعا احنا بنطلعه من الميه بتاعته وهو يا دوبك لسه هيستوي، علشان لو سبتيه يتحرق الدنيا هتبوظ منك خالص. فاحنا بنطلعه كمان في ميه ساقعه علشان لو انت طلعتيه سخن فوق بعضه هيهري بعضه. كان الكرنبيط بتاعي خلاص غسلته وصفيته ومجهزه معايا ايه بقى. عندي خضرة، وعندي كوباية ونص دقيق، وتلات معالق نشا، تلات بيضات والتوابل. عندي معلقة ملح، عندي كزبرة وكمون، وعندي فلفل اسود شوية صغيرين خالص، ونص معلقة بيكنج باودر، وشوية شطة لو انت عاوزة. السر كله في التوابل. جبت طبق وحطيت فيه البيض والتوابل وهقلب فيهم. تمام، انا عاوزة المكونات بتاعتي كلها تمتزج كويس خالص. خد بالكم البيض لازم يمتزج كويس مع باقي المكونات علشان ما يعملناش رغاوة كتير واحنا بنقلي الحاجة. هحط عليهم كوباية المية، مش هحطها كلها غير لما اتأكد ان انا محتاجاها. حطيت كوباية الا ربع مية كده، وحطيت بقى ايه النشا، وهحط الدقيق برضو تدريجي كده لحد ما احس ان القوام تمام. انا عاوزة قوام يشبه قوام البانكيك، بيبقى ايه تقيل شوية وفي نفس الوقت مش خفيف. يعني لما تحطيه على الكرنبيطة ما ينزلش يتزحلق منك في الطاسة او ينزل يجري من على الكرنبيطة، يبقى ثابت كده. حطيت كل المقدار اللي عندي الدقيق كله والمية كلها. يعني انا دلوقتي خدت كوباية مية وكوباية ونص دقيق وثلاث معالق نشا، دي المكونات اللي انا حطيتها مع البيض والحاجات دي. خلصت كده، رحت اجهز بقى الكفر اللي انا هعمله، وده اختياري يا جماعة خالص، ده علشان الكرنبيط بتاعك يطلع مقرمش. هتحط كوباية دقيق عليها معلقة نشا والتوابل ملح وكمون وكزبرة ونص معلقة بيكنج باودر. انا كده يعتبر جهزت كل حاجة. هلبس بقى جلافز كده علشان ما بوظش ايدي، وانزل كده الكرنبيط في الخلطة اللي انا عاملاها دي. عاوزة اقولك انت في اللحظة دي ممكن تقلي على طول زي ما انا هعمل دلوقتي، وممكن تحطيها في الدقيق. تمام، عاوزاها مقرمشة هتحطيها في الدقيق، عاوزاها تبقى عادية هتحطيها على طول في الزيت. طبعا عندي طاسة فيها شوية زيت كده إيه حلوين يعني، وبتكون النار الأول عالية وبعد كده بخليها وسط لحد ما الكرنبيط بتاعي ياخد لون حلو. أنا بحاول إن أنا أرصهم كده جنب بعض بالشكل ده، وهسيبهم بقى وأتابعهم من وقت للتاني لحد ما ياخدوا لون كده من الجنب أقلبه على الجنب التاني. ما أخدش وقت كتير ولا حاجة، والصراحة كان طعمه روعة. عاوزة أقول لكم الأكلة دي أنا ما أكلتهاش من زمان، بقالي أكتر من 5 سنين ما أكلتهاش. بس فجأة كده هفتني بقى إن أنا أعمل لهم كرنبيط، والصراحة عجبهم جدا. اما بياخد لون حلو كده من كل الجوانب بشيله بقى بحطه في مصفى علشان برضو ما يطريش بعضه. عاوزه اقول لكم برضو على نصيحه، وانتي بتقلي الكرنبيط بتاعك لو انتي هتحطي كرنبيط عليه كفر الدقيق اللي انا عاملاه من شويه، اعملي الاول الكرنبيط اللي هو بالخلطه الاول قبل اللي بالدقيق، لان انت لو انتي قليتي في الدقيق الاول الطاسه بتاعتك هتعبي رواسب دقيق وهيبقى محروق وشكله مش لطيف خالص. فخلي خطوه الدقيق دي هي الاخيره. حطيت اهو، بطلع من الخلطة اللي انا عاملاها، وبعد كده هحط في الدقيق او الخلطة الدقيق بالنشا ده. بطلعها كده واقلب بالكيس. انا حاطه في الكيس علشان ما لحوسش الدنيا حواليا. انت عادي ممكن تحطي في طبق عادي مفيش مشكلة. بحاول ان انا ادحرج الكرنبيطه كده بالخلطة جوه الدقيق والنشا علشان يبقى عليه كفر من بره كده زي كفر كنتاكي. هحط برضو باقي الكمية في الزيت زي ما انتوا شايفين كده. النار بتكون وسط يا جماعة لحد ما تاخد لون حلو، ولو انت شايفة ان هي خلاص استوت بتعلي بقى النار لحد ما كله يبقى معاكي لون واحد. بتتابعيها بقى اول باول، كل ما تاخد لون حلو كده من جنب بتروحي قلبها الناحية التانية لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل من كل الجوانب بالشكل ده. نسيت اقول لكم صلوا على النبي. عاوزة اقول لكم اللي فيها طبقة الدقيق دي طلعت مقرمشة وجميلة جدا، وبرضو اللي هي مش بطبقة الدقيق جميلة جدا. فانت براحتك، عاوزة تعمليها بالمقرمشة براحتك، عاوزة تعمليها مش مقرمشة براحتك. في الحالتين هما الاتنين طعمهم روعة. الخلطة الصراحة جميلة جدا ومخلي طعم الكرنبيط في حتة تانية. هنا كان خلاص استوى، هطلعه بقى. عاوزة اقول لكم شايفين بقى الرصب اللي انا بقول لكم عليها ديت ما ينفعش نقلي بعدها، عشان كده كنت بقول لكم اقلوا الاول الكرنبيط اللي هو بالخلطة العادية الاول. كان باقي معايا كده شوية خلطة من اللي انا عاملاهم الدقيق مع البيض مع الخضرة والكلام ده.
طبعًا مش بنرميها يا جماعة، أنا باجيب شوية سمنة في الطاسة، وبانزل كده بالخليط بتاعي كده وباعمل لهم pancake بالخضرة والبيض. عاوزة أقول لكم هو اتاكل قبل الكرنبيط يا جماعة وكان طعمه رهيب، رهيب، رهيب. بس ناخد بالنا إن إحنا بنسويه على نار هادية، علشان طبعًا هو فيه دقيق وبيض وحوارات، فلازمًا يستوي على نار هادية علشان يستوي من كل الجوانب. أول ما بياخد لون حلو كده من ناحية بنقلبه الناحية التانية، نفضل نقلب فيه يمين وشمال لحد ما يبقى باللون الجميل ده ويستوي من كل الجوانب. عاوزة أقول لكم بجد كان طعمه جميل جدًا وعجب أولادي. عاوزة أقول لكم الخضرة أنا مستخدمة ربطة خضرة كاملة ومقطعاها قطع صغنونة خالص. وبكده بقى يا جماعة بقى عندنا أحلى طبق قرنبيط مقرمش وطعمه روعة. جربيه وقولي رأيك ايه في الكومنتات، ما تنسوش اللايك والشير، وباي باي.